الهوان والحرمان، فاستلهموا من الحسين عليه السلام كل تلك القيم النبيلة وأنتم تجتمعون في حضرته الشريفة على تربة كربلاء المقدسة، وتظللكم شآبيب رحمة الله تبارك وتعالى وألطاف إمامكم العظيم. وتذكروا أيها الأحبة أن دوركم لا يقتصر على الساحة العلمية فقط رغم جلالة قدرها وعظم شأنها، وإنما ترنو إليكم الأنظار لكثير من المسؤوليات الجسيمة، فأنتم رواد البناء والإعمار وإصلاح ما خربته الأنظمة الطاغوتية في هذا الوقت الذي تشتد الحاجة أكثر ما يكون إلى الإعمار والخدمات، وأنتم من تستحقون قيادة البلد نحو الازدهار وليكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة، وهو له أهل. فمن المعيب على أي بلد أن يقوم أساتذة الجامعات أو المهندسون أو الأطباء وغيرهم من الكفاءات باعتصامات واحتجاجات مطالبين بحقوقهم من مسؤولي البلاد، وهم أحق منهم في هذا الموقع. وأنتم منطلق الوحدة الوطنية لتنفخوا في جسد العراق حب الوطن وروح المواطنة بعد أن مزقته الطائفية والقومية والأنانية والحزبية والفئوية والأجندات التخريبية، وقد بقيت جامعات العراق ومعاهده عصية على هذه الفتن، فلا تزال ترى فيها التنوع الطائفي والعرقي والأيديولوجي متعايشا جنبا إلى جنب، فلتغطي الجامعات بإشعاعها هذا كل ربوع الوطن. ومنكم النخب والكوادر المتقدمة التي تستحق قيادة المجتمع وإدارة البلاد، ولكم بعد ذلك مطالب وحقوق واحتياجات، فاغتنموا هذه الفرصة لإعلاء صوتكم بالمطالبة بتحقيقها، تبدأ من تكريم الأساتذة وحمايتهم وتوفير أسباب الحياة الكريمة اللائقة بهم، إلى تطوير الجامعات وتحديث الوسائل التعليمية والمختبرات لتواكب الجامعات العالمية المرموقة، مرورا بدعم الطلبة بمخصصات شهرية تعينهم على مواصلة الدراسة. ولا تنتهي هذه المطالب عند تحسين أوضاع الأقسام الداخلية وغيرها، فليقم كيانكم الشريف بكل هذه الأعمال وليسعى لتحقيق الطموحات. ومن حسنات هذا التجمع المبارك انعقاد الملتقى الثاني للعلم والدين، والذي ينعقد اليوم في ظل ظرف صعب، حيث يشهد مجتمعنا خصوصا شريحة الشباب عملا دؤوبا لمشاريع وأجندات سياسية وعقائدية واجتماعية من أجل غسل أدمغتهم وتسخيرهم لتحقيق أغراض تلك المشاريع. وما الحركات المدعية للارتباط بالإمام المهدي الموعود زورا وبهتانا إلا واحدة من تلك المشاريع التي ما كانت لتنمو وتجد لها أتباعا يقتنعون بآرائها الضحلة والمتناقضة لولا الجهل وفقر الثقافة والوعي والسذاجة المتفشي لدى أوساط عديدة من المجتمع، مما يوجب على المفكرين والخطباء والأساتذة والعاملين الرساليين أن يقودوا حركة علمية فكرية واسعة لانتشال شبابنا من الضياع والضلال والخسران المبين باتباع تلك الأجندات الشريرة. فليس صحيحا أن يبقى أهل الحل والعقد يتفرجون على سقوط هؤلاء الشباب ثم ينقضون عليهم بكل بطش وقسوة ويصفونهم بأشنع الأوصاف، مع أن بعضا منهم يمتلك نية حسنة لكنه مخدوع ومضلل
ومأخوذ بسذاجة، ولو قدر لأيدي